بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه الطيبين. أهلا بكم معنا في هذه الرحلة الروحية اللذيذة. نوع من الزوهريين المباركين لهم روحانية قوية جدا، حيث أن لهم موهبة الخروج من الجسد وزيارة أماكن سواء في أرضنا هذه التي نعيش بها أو كواكب أخرى أو أكوان متوازية أو ما يسمى أيضا بأرض الحقيقة، يزورونها بأرواحهم الشريفة بكل وعي. والذي له مقام عالي هو من يتذكر تلك الزيارات وما يراه هناك وما يسمعه، فهناك يرى بنور الله ويسمع بنوره، ويتذكر أيضا بمن اجتمع من مخلوقات نورانية أو ديوان الصالحين، ويتذكر أيضا الإرشادات وغير ذلك، ويزداد ذكاء وعبقرية. ومن ذلك العالم تأتي الإلهامات والاختراعات، حتى لبعض الذين يظهرون كأنهم غير روحانيين، لكنهم أخذوا تلك الأفكار والإشارات من عالم الروحانية. وابحثوا إذا شئتم عن أصل الكثير من الاختراعات، سوف تجدون أن أغلب العلماء كانوا يرون أحلاما بين النوم واليقظة، أو لهم ما يشبه الصرع أحيانا. منهم ليوناردو دافنشي صاحب الجوكاندا، وإينشتاين وتسلا ودوستويفسكي والكثير. وليس بالضرورة أن يحدث لهم ما يشبه الصرع، والصرع أنواع. هناك ما هو له اضطراب في كهرباء المخ، وآخر لديه علاقة بإلهامات في الفكر والتفكر والعقل، فالعقل أيضا نور من الله وهو نوع من الكشف، أيضا يسمى زوهري ناظور أي له نظر. وهذا النوع من الزوهريين المباركين الذين ذكرتهم في بداية هذه الحلقة قد يصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وهي استطاعة اختراق أفكار الناس وعقولهم. وهذا لا يدخل في ألعاب الخفة أو الخدع المشهورة عبر القنوات، بل يدخل حقيقة في أفكار الناس وحتى الحيوانات، ويخاطبهم بلغاتهم المختلفة. وأيضا يدخل عبر التأمل، وقد يعالج شخصا من على بعد مسافات كبيرة. قد يسكن مثلا بالهند ويعالج شخصا بمصر، أو يرسل طاقة ربانية لعوالم أخرى ويستقبلها أيضا من تلك العوالم. وقد يقرأ أفكار الآخرين بسهولة، بل منهم من يصل لمقام عالي جدا ويدخل في ولاية الله تعالى. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى هنا في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث كان قديما البعض منهم أي الأولياء والزوهريين منهم ولحد الآن يدخل ويتقمص في جسد حيوان أو إنسان مضطرا بإذن رباني. مثلا قد يجد هذا الزوهري رجلا متغطرسا جبارا ظالما بقبيلة ما، ويأتي الإذن من الله لذلك الولي الصالح، فيدخل بروحانيته في أفعى أو حيوان أو إنسان أو أسد أو سبع، ويهجم على رئيس تلك القبيلة. هذا كان قديما، أما لكل زمان طريقته، فيعاقب رئيس تلك القبيلة أو ذلك المتغطرس بإذن الرباني. ومن أنكر علينا فنقول له أن سورة الكهف تكلمت عن هذا بإشارات خاطفة. ومن هؤلاء الذين كانت لهم هذه الكرامات سيدنا الخضر عليه السلام. فالخضر عليه السلام له مقام عالي جدا لا يمكن تصوره أو ذكره في حلقة واحدة أو مجلدات، فقد التقى مع آلاف الأنبياء عليهم السلام وكل الرسل عليهم السلام، وحاورهم وأرشد الكثير منهم، وأرشد أهل البيت عليهم السلام، وأرشد الصحابة أيضا، والتقى بسيدنا عمر بن عبد العزيز وأرشده في حكمه. وسيدنا الخضر عليه السلام له القدرة أن يدخل بروحانيته في جسد أي مخلوق ويتحكم فيه بإذن الله تعالى. وأركز على قضية الإذن الرباني، وهذا جاء بالتصريح في سورة الكهف كما أشرت سابقا، أي أن الله هو من يعطيه الإذن في معاقبة فلان أو تكريم فلان، تجنب فلان. فها هو الخضر عاقب الطفل العاق وأكرم الغلامين بالكنز، ولكن سورة الكهف ذكرت لنا 3 عجائب للخضر عليه السلام، وذلك لأن كليم الله موسى عليه السلام لم يصبر على ما لم يحط به خبرة مع هذا الولي الكبير. وقد أشار إلى ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: ليت أخي موسى
موسى قد صبر مع الخضر عليهما السلام لكنا تعلمنا الكثير، أي يشير إلى العامة. أما سيدنا محمد فهو معلم ملهم سيد الأنبياء والرسل، يعلم ما لا نعلم. والخضر هو ولي كبير جدا، وهو سيد أسياد الزوهريين وسيد العارفين بالله، بل مرشدهم ومعلمهم بلا منازع على مر العصور والأمكنة، وهو لحد الآن يلتقي مع من يستحق هذا اللقاء المبارك مباشرة يقظة بكل وعي، وليس فقط نوما أو حلما أو رؤيا، ولكل مقامه المعلوم. لكن هناك أقطاب وأولياء لله تعالى أيضا في هذا الزمان وأيضا في قديم الزمان لهم القدرة على التشكل في أي صورة أرادوا. فالجن مثلا يتشكل في بعض الصور، والملائكة أسياد التمثل والتشكل، وذلك مصرح أيضا به في القرآن الكريم أن جبريل رئيس الملائكة تمثل لمريم عليهما السلام على شكل بشر، والكثير من القصص التي تبين ذلك، مثل لقاء الصالحين مع الملائكة متمثلين على هيئة رجل أو امرأة أو ما شاء الله. فكذلك الولي الصالح قادر على ما يقدر عليه الملك أو الجن المؤمن وغير ذلك، له مقام يصبح فيه قادرا على التشكل في أي صورة شاء، ويكون من أهل الخطوة، أي قد يسافر من بلد لبلد دون وسيلة نقل، فقط بقوله تعالى كن فيكون، يطوي الله له الزمان والمكان. وذلك مذكور في حديث صحيح أن الله يصبح سمعه وبصره ويده ورجله. بالله عليكم، أليس من يصبح الله رجله ويده بطريقة يعلمها الله تعالى بقادر على العجائب أكثر مما ذكرت؟ بلى. وأيضا نقل عرش بلقيس من طرف ولي الله الصالح آصف بن برخية دليل على قدرة بعض الناس نقل الأشياء من مكان لمكان في رمشة عين، وكذلك ينقلون أجسامهم. فمن استطاع نقل عرش يستطيع أن ينقل جسمه من مكان إلى مكان دون وسائط منطقية. وأيضا لدينا قصص حقيقية للصالحين، منهم من يستطيع سلب عقول قبيلة كاملة أو شعب كامل، وأن يدخل تلك المنطقة ويفعل ما يشاء بإذن الله دون أن يؤذي أحدا ودون أدنى حركة من سكان تلك المنطقة، كأنهم مجمدون. وهذا لا يدخل في باب الشعوذة، بل نور من الله وخلافته الروحية يؤتيها من يشاء من أحبابه الصالحين. ومن هؤلاء ذو القرنين عليه السلام الذي حصر ياجوج وماجوج من الخروج. ومن بين هؤلاء الصالحين ولي استطاع التحكم في أمير له قصر، كان هذا الأمير متعجرفا ولا يحسن معاملة الرعية، متكبرا، فكان هذا الولي قد مرض كمرض الناس، وهذا يدخل في حجاب البشري، أي أنه يشبه العامة في هذا، أي المرض وغير ذلك. واحتاج هذا الولي لنبتة أو أعشاب لها سر في العلاج كسنة كونية، فأرسل تلميذا له ليأتيه بهذا الدواء، وهذه النبتة كانت توجد داخل قصر الأمير. فذهب الشاب إلى قصر الأمير واستقبله الحرس، ثم دخل بطريقة عجيبة، لكن الأعجب أن هذا الأمير استقبل التلميذ بكل حفاوة وطيبة، وأعطاه الدواء والأعشاب، وقال للشاب بلغ سلامي لشيخك. وفعلا رجع التلميذ متعجبا عند شيخه، فقال له الشيخ عندما تناول الدواء دون أن يسأل الشاب لا تعجب يا بني، فأنا من استقبلتك في جسد ذلك الأمير بالقصر لكي لا تقع في حرج مع غلظة قلب ذلك الأمير، أي كان من المحتمل أن يطردك، وأنا من استقبلتك أحسن استقبال، أي أن هناك أولياء لله يتصرفون بالكون كل على حسب مقامه بإذن الله تعالى. ومن أنكر هذا فقد أنكر قدرة الله والواقع. الأدلة في تسخير الكون للصالحين مثل تسخير الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام، وهذا ملكه، لكن هناك ملك أقل منه وملك يشبهه بطريقة ما، ليس بالضبط أن يكون نسخة طبق الأصل لسليمان عليه السلام. وأيضا تسخير العالم للإنسان، وتسخير العقل البشري للاختراعات والتمكين والطيران وغزو الفضاء بطريقة ما، لكن مقام الروحانيات الربانية أكثر مما نتصور، والله على كل شيء قدير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.